عارفينها وشباب هولندا. عارفين الفرعون اهو اللي شجع في هولندا اهو، للي لابش نفشخو اهو، للمغرب بكيتو اهو، للمغرب زعلتو اهو، للمغرب حرقتو اهو، للمغرب عذبتو اهو، واللي لابش نفشخو اهو جيبوهولي اهو. وحوش يا أسود، ملوك يا أسود، كيف فعلتوها يا الله؟ شو هالمباراة؟ مباراة صعبة، مليار ألف تريليون مبروك لكل محبين المغرب، لكل محبين أسود الأطلس. كيف فزتم؟ ماتش من أصعب ما يكون. هولندا جبارة، مباراة صعبة، مباراة رهيبة متقلبة، لك حاسمة شرسة. قسما بالله إنكم أسود الأطلس، قسما بالله إنكم فخر. ديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. المغرب من يظن أنه سيقع ويسقط، لا، خسع. المغرب في طريقه للفوز بإذن الله تعالى. يا الله الله، شو هالمباراة! أصعب مباراة بشوفها بحياتي. ملوك ملوك، أسود أسود. مليار ألف تريليون مبروك لكل عشاق المغرب. يا فخرنا، يا حبنا، حبكم بزاف بزاف بزاف. انتصرت المغرب على هولندا، فوز الطاجين على البطاطس الهولندية. معلش يا هولندا، معلش، المغرب بيكتب تاريخ برضه. ايه مغرب ده؟ ايه يا مغرب ده؟ فريق يا جماعة، عيال بسم الله ما شاء الله، عيال ما يهمهمش حاجة. الواد عيسى ديوب والعيال ولا ابو عدي واسماعيل الصيبيري، ومسكين مسكين اللي ما عندوش بونو، بس هو بونو طلب منهم، قال لهم اتعادلنا ودوني ضربات جزاء ومالكوش دعوه، مالكوش دعوه، مع احترامي ليك يا كومان، بس انت زهقتنا يا راجل. ما هي هولندا برضه ما فيهاش لعيبه، برضه ما فيهاش اللي هم اللعيبه اللي يتخاف منهم، انما المنتخب المغربي يخوف اي فرقه. منتخب المغرب يا جماعه منتخب قوي وصعد وهيقابل كندا، خد بالك انت. يعني خلاص، يعني المغرب باذن الله هيبقى في دور الثمانيه، ويا عالم المغرب يلعب النهائي. يقدر المغرب، يقدر، لان في اصرار عند العيال، في لعيبه، في خنوس، في لا معلش، لما تيجي تتكلم من احسن لعيبه النهارده عيسى ديوب، اسماعيل الصيبيري اخيرا هو اللي بيجيب اخر ضربه جزاء، بيصالحنا برضه. الواد سفيان رحيمي، ما كنت تجيبها سفيان وكنا ننام بدري نص ساعه، بدل ما احنا كده عين رايحه وعين جايه. حرام عليك يا امريكا، باينه شبه الثعالب. مبروك للمنتخب المغربي. والله كان غادي يهرب لي انا كان غادي هذه الاحصائيات في الماتش صاحبي مع هولندا كان كيسحب لي الزمامره منين شفت الشيء هذا انايا. والاشواط الاضافيه هاد اللعيبه راه تجرات حتى لهنا في الاشواط الاضافيه. هولندا راه صافي ما بقاتش كتبان لي انا. رحيمه واحد الكره جات يا خويا، كنت غادي تحيد علينا في ستريس، والله حتى كان غادي يهرب لي يكون خسرنا هذا الماتش بالضبط، كون خسر ونخسروا مع جزر القمر والراس وما نخسروش هذا الماتش.